فيلمنا بيبدأ مع العميل ريك ديكر واللي كان بيحقق مع ولد اسمه توني. وقتها توني كان بيحكي له ازاي قابل زميلته في المدرسة فايلوت، وبيقول له انهم كانوا اتفقوا انهم يخرجوا مع بعض قبل كده. لكن في الوقت ده بنشوف في موقف العربيات بيظهر شرير خارق بيسمي نفسه ذا أندر ماينر، واللي بيطلع من تحت الأرض باستخدام حفارة كبيرة. ولما شاف عيلة من الأبطال الخارقين لابسين نفس البدلات، توني وقتها بيشوف ان دي فرصة ان هو يهرب. لكن قبل ما بيمشي بيتعرف على صوت واحدة من أفراد العيلة وبيكتشف إنها فايلوت نفسها. ولما فايلوت بتلاحظ إن هو بيبصلها بتقرب منه وبتحاول تشرح له اللي حصل، بس هو بيجري بعيد عنها. وفي نفس الوقت الحفارة كانت ماشية في الشارع وبتخبط في كل المباني اللي في طريقها، وباقي أفراد العيلة كانوا عمالين يجروا وراها لحد ما بيكتشفوا إنها رايحة ناحية مبنى البلدية. ووقتها إليستجير بتمد جسمها جوه المحرك وبتحاول تسرب سائل التبريد علشان المحرك يسخن ويقف. ومستر انكريدبل هو كمان بينط علشان يساعدها، والاتنين بيقدروا يوقفوا الحفارة قبل ما توصل لمبنى البلدية. وفي اللحظة دي فايلوت وداش بيتدخلوا، وفايلوت بتحط مجال قوة حوالين العيلة كلها قبل ما المحرك ينفجر. ولما بيبصوا من فتحة الحفارة بيلاقوا نفسهم محاصرين بالشرطة، وكل الضباط كانوا حاطين أسلحتهم ناحيتهم. فريك ديكر في الوقت ده بياخد العيلة معاه. وقتها فايلوت بتقوله إن توني شافها من غير قناع. وبعدين ريك بياخدهم للأوضة في الفندق اللي كانوا قاعدين فيه من وقت ما بيتهم اتدمر، وهناك بيقول لهم إن برنامج نقل الأبطال الخارقين اتقفل، وإنه يقدر يسمح لهم يفضلوا في الفندق لمدة أسبوعين بس، وبعدها هيكونوا لوحدهم. وبعد ما بيودعوه العيلة بتقعد على الترابيزة وبتاكل أكل صيني كانوا طالبينه من بره. وبالليل بوب وهيلين بيكونوا قاعدين جنب حمام السباحة في الفندق، وكانوا بيفكروا هيعملوا إيه بعد كده. وفجأة لوسيوس بيظهر وبيقول لهم إن وقت هجوم أندر ماينر واحد ممثل عن رجل الأعمال وينستون ديفر كان اداله كارت وقال له إن هو عايز يقابلهم، فهم ما كانش قدامهم أي اختيارات تانية. وقتها بيوافقوا على المقابلة دي وبيروحوا بعد كده علشان يقابلوا وينستون، وهناك بيستقبلهم بنفسه. وبتظهر كمان ست، وينستون بيقول لهم إن هي أخته إيفلين. وفي الوقت ده وينستون وإيفلين بيقولوا لهم إن الأبطال الخارقين بقوا مستخبيين بسبب نظرة الناس ليهم، فالناس ما بتشوفش غير الدمار اللي بيحصل وقت معاركهم، وما بتشوفش القرارات الصعبة اللي هم بياخدوها ولا حتى الأرواح اللي بينقذوها. وعلشان يغيروا نظرة الناس إيفلين بتوريهم إن في كاميرات موجودة في شاراتهم، فبوب بيسألهم عن أول مهمة ليهم، لكن وينستون بيقول لهم إن إليستجير لازم تكون هي أول بطلة الناس تشوفها وهي بتشتغل. فبوب بيوافق، لكن هيلين ما كانتش لسه متأكدة إذا كانت الفكرة دي هتنجح ولا لأ. وبعد كده وينستون بيبعت العيلة بعربية ليموزين كبيرة لبيت ضخم جدا، وهناك إليستجير اللي بتطلع من الحمام وهي لابسة بدلتها الجديدة، وبتطلع تلاقي موتوسيكل جديد، وبنشوف إن الموتوسيكل ده بيقدر ينقسم لنصين. فبوب بيتفرج عليها وهي بتتحرك بالموتوسيكل وبتمشي في شوارع المدينة. وبعد كده إليستجير اللي بتحضر حفل افتتاح قطار طائر جديد. وقتها عمدة المدينة كان بيقص الشريط والقطر بيبدأ أول رحلة ليه، لكن فجأة القطر بيطير في الاتجاه الغلط، فإليستجير اللي بتركب الموتوسيكل وبتطير وراه. ولما القطر بيطلع من النفق إليستجير اللي بتحول جسمها المظلة وبتبدأ تبطئ القطر لحد ما بتقدر توقفه. وبعد ما بترجع للمهندس بتلاحظ نور طالع جوه كابينة القيادة، وفجأة بتظهر رسالة على الشاشة مكتوب فيها مرحبا بالعودة يا إليستجير. وفي اللحظة دي الشاشة بتبدأ تشوش وتنقسم. وبالليل بنشوف بوب بينام في الأوضة وهو بيتفرج على التلفزيون. وفي الوقت ده جاك بيشوف راكون بيفتش في الزبالة، فبيقرب من الشباك وبيقدر يعدي منه باستخدام قوته وبياخد الأكل من الراكون. وفجأة أشعة ليزر بتطلع من عينيه وبتعدي جنب الراكون، وبسبب الصوت والدوشة اللي بتحصل دي بوب بيصحى وبيطلع بسرعة علشان يمسك جاك. لكن فجأة البيبي بينقسم ل6 نسخ منفصلة، وساعتها بوب بيفهم إن جاك عنده أكتر من قوة خارقة. وبعد ما بيرجع جاك لجوه بوب بتجيله مكالمة من هيلين، وقتها بتسأله هي الدنيا ماشية إزاي، فهو بيكذب عليها وبيقول لها إن الأطفال كويسين. وفي الوقت ده بنشوف إن هيلين كانت قاعدة في أوضة ومستنية دورها في المقابلة وهي متوترة. وبعد ما السفيرة بتشوف هيلين بتسلم عليها، وبعدها المذيع بيقدم إليستجير للجمهور، لكن فجأة عين المذيع بتتغير وبدأ يتكلم بصوت آلي ما عندوش أي إحساس. وقتها هيلين بتلاحظ نور بيطلع على واحدة من الشاشات، فبتروح بسرعة لغرفة التحكم، وهناك بتلاقي كل اللي موجودين واقفين في مكانهم وبصين لقدام من غير أي حركة. فهيلين بتجري ناحية الشباك وبتكسره وبتطلع على سطح المبنى، وهناك
بتشوف 3 طيارات هليكوبتر في الجو، فبتنط على واحدة منهم وبتدخل جواها، وبتلاقي السفيرة قاعدة في الكرسي اللي ورا، لكن فجأة الهليكوبتر التالتة بتخبط فيهم. فهيلين بتحاول تسيطر على الموقف، فبتمسك السفيرة وبتنط بيها من الهليكوبتر وبتفرد جسمها في الهواء علشان تستخدمه كمظلة، وبكده بتقدر تنزل بالسفيرة على الأرض من غير ما يحصل لها حاجة. وتاني يوم وينستون بياخد هيلين لأوضة فيها مجموعة من الأبطال الخارقين التانيين، واللي كلهم كانوا لابسين بدلاتهم، والأبطال بيقعدوا يتكلموا مع بعض شوية، وهيلين كانت مبسوطة إنها قدرت تأثر فيهم بشكل إيجابي. وبنشوف وهيلين بتتكلم مع إيفلين بتوصل لفكرة بتقدر بيها توقع سكرينس لايف وتعرف مكانه. وبعد كده تشاد بيكلم هيلين وهي بتقوله إنها موجودة في مكان مش هتقدر تكشفه، وفجأة سكرينس لايف بيظهر على الشاشات وبيفعل جهاز التتبع اللي موجود مع هيلين. فهيلين بتقدر تحدد مكان الإشارة وبتسمعه وهو بيقول إن الناس بقى بيقدر يتحكم فيهم بسبب كسلهم. وفي نفس الوقت إليست جيرل بتبدأ تنط من مبنى للتاني، وكانت كل شوية بتقرب أكتر من مكان الإشارة، ولما بتوصل للمكان بتكتشف إن الإشارة جاية من عمارة سكنية، فبتمد دراعها من تحت الباب وبتفتحه، وبعدها بتدخل تجري جوه الشقة، لكن فجأة سكرينس لايف بيظهر وراها وبيضربها، والاتنين بيدخلوا في خناقة جوه الشقة، وكل واحد فيهم كان بيحاول يسيطر على التاني. وفجأة سكرينس لايف بيجري ناحية الباب وبيهرب، وبيفعل جهاز مؤقت قبل ما يطلع، فهيلين بتجري وراه لحد السطح، بس هو بينط من فوق المبنى. فهيلين بتمد ايدها بسرعة وبتقدر تمسك القناع اللي على وشه وتشيله، وبعدها الشرطة بتمسكه وبتاخده وهو متكلبش، بس هو كان بيتصرف كأنه مش فاكر أي حاجة حصلت. وفي البيت فايلوت وداش بيكتشفوا إن جاك عنده قوة خارقة، ففايلوت بتتعصب على بوب وبتلومه إن هو كان مخبي عنها الموضوع ده، ولأن بوب كان محتاج يبعد شوية عن الجو ده بياخد جاك وبيروح بيه لبيت إدنا، وبيقول لإدنا إن هو محتاج يقعد لوحده شوية، وبيسألها لو ينفع يسيب جاك معاها. ولما جاك بيبص في وش إدنا فجأة بيغير شكل مناخيره علشان تبقى شبه مناخيرها، وإدنا كانت مبهورة بقدراته وبتوافق إنها تاخده معاها. وفي الوقت ده بوب بيرجع البيت وبيترمي على الكنبة من التعب، وبعدين بيعتذر لفايلوت عن اللي حصل، فهي بتقرب منه وبتحضنه. ولما بنروح لبيت عيلة ديفر بنلاقي فيه حفلة كبيرة، وقتها وينستون بيقول قدام الكل إن الأبطال الخارقين هيبقى وضعهم قانوني من تاني، وكمان بيقول إن إليست جيرل هي السبب الأساسي في إن ده كله يحصل. وفي الوقت ده هيلين بترجع تعيد تسجيل القبض على سكرين، وبتلاحظ إن في حاجة غريبة في اللي حصل، فبتدخل غرفة التحكم وبتشوف التسجيل الأصلي، وهناك بتكتشف إن شاشة سكرينس لايف كانت متوصلة بالكاميرا اللي في بدلتها، فبتفهم إن النضارة اللي كان لابسها هي اللي كانت مسيطرة عليه. لكن قبل ما تقدر تتصرف إيفلين بتدخل وبتجبرها تلبس النضارة وبتنومها هي كمان. وتاني يوم بوب بيروح لإدنا علشان يشكرها إنها اهتمت بجاك، وهناك إدنا بتوريله إن البدلة بتاعته بتقدر تتوقع القوة اللي هيستخدمها وتجهز نفسها ليها. فبوب بياخد جاك وبيرجع بعدها للبيت، وبالليل هيلين بتفوق وبتلاقي نفسها مربوطة، وساعتها إيفلين بتكشف لها الحقيقة وبتقول لها إن هي سكرينس لايف الحقيقي، وإن الشخص اللي هيلين قبضت عليه كان مجرد شخص بريء إيفلين كانت مسيطرة عليه، وبتقول لها إنها ناوية تستغل اللي حصل علشان ترجع الأبطال الخارقين يبقوا مكروهين من تاني. وفي نفس الوقت إيفلين بتتصل ببوب وبتقول له إن هيلين في خطر، فبيكلم لوسيوس وبيطلب منه يروح للأطفال، وعلى طول بياخد بدلة فروزن معاه، لكن داش بيحس إن في حاجة غلط، فبياخد ريموت العربية وفايلت بتطلع البدل بتاعتهم، وبعدها الأبطال اللي كانوا في الحفلة بيوصلوا للبيت، لكن إيفلين بتكون مسيطرة عليهم بالنضارات، وفروزن كان بيحاول يمنعهم من الدخول، وكان بيحاول يحمي الأطفال بس هم بيقدروا يدخلوا البيت. ففايلت بتحط مجال قوة حواليها وحوالين اخواتها علشان تحميهم من الهجوم، وبعدها هي وداش بيهربوا معاهم جاك، والأبطال بيمسكوا فروزن وبيسيطروا عليه بالنضارة. وفي الوقت ده إيفلين بتاخد بوب للسفينة، وهناك بيشوف هيلين وهي لسه تحت سيطرته، فبوب بيحاول يفوقها من التنويم، وفعلا هيلين بتفوق وبتخطف نضارة من إيفلين وبتحطها على بوب، فبوب بيرجع لطبيعته من تاني. وفي الناحية التانية داش وفايلوت بيوصلوا المبنى ديفرتيك وبيشوف السفينة وهي بتتحرك، فبياخدوا العربية وبيمشوا بيها فوق المية لحد ما بيلحقوا السفينة. وفي نفس الوقت مراسم توقيع الاتفاق كانت بتبدأ على الهوا، وإيفلين كانت بتسيطر على الأبطال الموجودين وبتخليهم يعلنوا قدام الكل إنهم ما بقوش يخدموا الناس، وبعدها البث بيتقطع، فبوب وهيلين وباقي الأبطال بيحاولوا إنهم يسيطروا على السفينة، لكن إيفلين بتخليها تتجه ناحية المدينة، وده معناه إنها ممكن
تدمر المدينة لو محدش قدر يوقفها. وفي وسط الفوضى دي داش وفايلوت بيوصلوا لغرفة القيادة، ووقتها جاك بيبدأ يساعدهم وبيشيل النضارة من على هيلين، وبعدها هيلين بتشيل النضارات من على بوب وفروزن. لكن باقي الأبطال اللي لسه تحت سيطرة إيفلين بيهجموا عليهم، فجاك بيتحول لمخلوق كبير وبيبدأ إن هو يهاجمهم. وبنشوف وقتها بطلة خارقة اسمها إلكتريكس كانت بتهاجم داش بالكهرباء، لكن جاك بيتدخل وبيشيل النضارة عنها، وبعدها الأبطال كلهم بيفوقوا وبيرجعوا لطبيعتهم من تاني. بس السفينة كانت لسه رايحة ناحية المدينة، فوينستون بيفهم إن إيفلين هي سكرين سلايف الحقيقي، فبيحاول إن هو يوقفها لكن بيفلت منها وبيرجع يطفي جهاز التحكم اللي كانت مسيطرة بيه على الأطفال. وفي نفس الوقت فايلوت بتفتح بوابة لإليست جيرل علشان تقدر تلحق إيفلين، وبعد مطاردة جوية ما بينهم هيلين بتقدر تمسكها وبتنزل بيها. أما السفينة فبوب وفروزن وداش كانوا بيحاولوا يوقفوها قبل ما توصل للمدينة، ووقتها فروزن بيستخدم قوته علشان يبطئها لحد ما تقف من غير خسائر كبيرة. وبعد كل اللي بيحصل ده الشرطة بتقبض على إيفلين، وبعد كام يوم المحكمة بتسمح للأبطال الخارقين إنهم يرجعوا يشتغلوا بشكل قانوني من تاني. وفي الآخر بنشوف إن العيلة كانت خارجة مع بعضها، لكن لما بيشوفوا الشرطة بتطارد مجرم بيلبسوا البدلات والأقنعة بتاعتهم وبينطلقوا من جديد علشان ينقذوا الناس. وبكده الفيلم بتاعنا بيخلص لسهرة النهاردة، فلو عجبك الفيلم ما تنساش تظبطنا بلايك وكومنت وسبسكرايب. وبس كده، اشوفكم على خير في سهرة جديدة من سهرات نوستالجيا. سلام.